السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم زينات، وحشتكم ياسر ياسر ياسر. هاني رجعت مرة واحدة أخرى، وكانت بعثت لي قناة تدابير نايلية، ربي يحفظها إن شاء الله. قالت لي يمن لازم ترجعي، هي شجعتني الصح تاع ربي. شغل أنا كان في بالي باش نعاود نرجع، هي أكثر واحدة أصرت أني باش نعاود نرجع لكم. ربي يحفظك تدابير نايلية، وندير معكم السفنج باسكو تدابير نايلية سخفتني. هنا عندي مغرف تاع خميرة تاع خبز، عندي مغرف كبيرة تاع سكر، عندي هنا نص مغرف كبيرة تاع خميرة حلوى، عندي مغرف صغيرة تاع ملح، كاس ما فاتر، عندي 3 كيسان هنايا تاع فرينة على حسب الفرينة تاعك. واش ندير؟ نحكم الماء الفاتر، نزيد السكر والخميرة. هنا بعد ما تفاعلوا شويه برك ندير الكاس الاول تاع الفرينة. بسم الله. نضيف هنا المغرف تاع الخميرة تاع الحلوى والمغرف تاع الملح الصغيرة. بسم الله. نزيد نخليها ترتاح. هنا بعد ما خليتها ريحة 10 دقائق، شوفي ضعفت شويه نهبط هذاك الهوادي فيها، ومن بعد نضيف الفرينة بالتدريج. لازم ما نشفهاش ياسر، لازم نخليها طريه ياسر. بسم الله. بلا ما تعجنيه، لمي برك. هنايا كي ضفت الكاس الثاني تاع الفرينة، شوفي لازم الصبر برك معاها، راح ديري هذه الطريقه. تجيبي منه وتروحي هاك. هنا خصني قيس مغرف كبيره، لازم تخليها تتلاصق، ومن بعد نخليها تريح 5 دقائق، نعاود نهبط الهواء تاعها، من بعد نخليها ربع ساعه تقريبا 20 دقيقه تخمر مليح باش نبدا نستعملها. تكملي بالكاس تاع الفرينة الثالث، يعني الاول والزاوج والثالث تروحي بالتدريج. هنا تحبي تضاعفي الكميه، 2 كيسان ماء وتضاعفي الكميه تاع الفرينة. سنيوه نورمال درت فيها الزيت، وهنا ها هي خمرت، خليتها خمرت 5 دقائق، هبطت الهواء تاعها، من بعد عاود خليتها تقريبا 20 دقيقه نضاعف الحجم تاعها. هنا عندي الزيت، ندير الزيت في يدي، نهبط هذاك الهواء، نعمل كويرات، تحبي تصغريهم تحبي تكبريهم. انا خليت بهذا الحجم. لازم تشوفي هذا الفقاعات، شوفي تاع لاباط كي تريح. فوالا هاني كملت الكويرات. شوفي هذا الفقاعات لازم تكون كاينه، والعجينه تقدري تتحكمي فيها. ها بورتو راهي طريه كاع واش كاين، بصح تقدري تتحكمي فيها. دائما ديري الزيت، شغل تستعيني بالزيت باش هاك ما تغلبكش العجينه. نروحوا كيفاش نطيبوها. فوالا هنايا درت كاسرول فيها الزيت، لازم يكون شويه غارق كما راكي تشوفي. وهنا عندي مقله صغيره درت فيها شويه برك تاع الزيت، ما تكثريش، ونقصي النار كاع واش كاين هنا في المقله. اما هنايا خليها النار متوسطه نورمال. هنا عندي لاباط هاي زدت شويه ريحت، نحكم كويره نفتحها في الوسط، ندير شويه الزيت، دايما افتحي بالزيت هاك وحطيها على المقله. بسم الله. وخليها حتى دير هذوك الفقاعات. راح
راح نرفد الحبه. بسم الله. ونحطها هنا. بسم الله. عفوا. نخليها حتى تحمر من تحت ومن بعد نقلبها. ما تحقش باش تلوحي لها الزيت، خاطر اصلا الكاسرول ها هي غارقه بالزيت. نزيد نخدم حبه واحده اخرى. ديري الزيت في يدك وتفتحي لاباط وتحطيها في المقله. هنا كي تبدا تحمر معاك لتحت اقلبيها. هنا راني قلبتها وتخليها حتى تولي بهاد لا كولور بالدوغي وتنحيها. طاب السفنج ها هو مقرمش وخفيف. ان شاء الله ينال اعجابكم. الى الملتقى ان شاء الله.